احنا النهارده في حلقتنا اليوم في لازلنا في قرية الحلة، في جزيرة بقرية الحلة عند الحج عطية أحمد محمد صاحب هذه الجزيرة. وحوالينا على فكرة الفرن، وحوالينا تلفزيون مش شغال لأنه ما عندهمش كهرباء، وعندهم مكنة عطلانة، والشجر اللي شايفينه ده والكلام الحلو والترعة والنيل. والحج عطية هنا على فكرة زارع بصل وزارع جرجير وتم. احنا عايزين ناكل عنده بصل ومش وتمام. موافقين يا عمي؟ موافقين ان شاء الله. معانا في حلقة النهاردة الشاعر الكبير أحمد الشباط ابن قرية جرجوس. وعلى فكرة قبل التسجيل كنت قعدت مع، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك حج ستار. كنت قعدت مع الحاج جمال أخو أحمد الشباط وحكى لي عن أنه قرية جرجوس قرية تقترب من أنها تكون مدينة. نعم. يعني قرية جرجوس ليست هي قرية عادية وليست هي قرية منسية في بطن التاريخ، لا ده قرية لها تأثيرها ولها. وأنا حخلي الأستاذ أحمد الشباط باعتباره ابن هذه القرية يقول لنا إيه ميزات هذه القرية وإيه اللي خلاها تقترب من أنها تكون مدينة. معانا زي ما قلنا الشاعر الكبير أحمد الشباط، معانا المغني، أنا مش عايز أقول المطرب لأن إحنا الحقيقة في برنامج شعبيات مش عايزين طرب، إحنا عايزين أداء، عايزين المطرب أو المؤدي يؤدي المقام الموسيقي صح، واللي ينزل صح ويطلع صح ويقول الجوابات صح والقرارات صح، لكن ما يهمناش الطرب. الطرب ده كان عند عبد الحليم وكان عند فريد وكان عند أم كلثوم وشادية. احنا يهمنا في المطرب الشعبي أن يكون مؤديا للفن الشعبي. معانا الفنان حمادة، ومعانا عازف الربابة حمادة يحيى، ومعانا عازف الربابة تامر يحيى. حقيقة حمادة وتامر صاحبونا في حلقة سابقة وكانوا أيضا مصاحبين للشاعر الكبير أحمد الشباط، ودي الحلقة الثانية للثلاثي الجميل، وهم كلهم على فكرة من هنا من نفس المكان. والأستاذ إسماعيل شيشيني مخرج هذا البرنامج جابنا على ملا وشنا من لنا ساعتين وإحنا ماشيين علشان نوصلوا هذا المكان. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه إحنا عدينا للمكان ده بواسطة قارب بسيط ذو مجدفين من بتوع زمان، يعني مش ماهوش لا مكنة ولا فيه دفة ولا فيه أبدا، ده قارب عادي من القوارب اللي كانت زمان أيام حتشبسوت لما كانت تركب النيل. الحج أحمد الشباط الحقيقة عمل مع الحج حمادة والحج تامر تجربة ثرية وتجربة فريدة في نوعها. الأستاذ إسماعيل الشيشيني كان حريص على أنه هو يسجل هذه التجربة ويظهرها للناس. والحج حمادة كان بيقول لي أنا أول مرة إنه صوتي يطلع للناس وبتاع، فبقول له يعني أستاذ إسماعيل الشيشيني ربنا يبارك فيه، يعني هو هيقوم بهذا الدور وإن شاء الله أنت في أيدي أمينة. أهلا بيك. أهلا أستاذ أحمد، إزاي حالك؟ ربنا يبارك فيك. قول لنا إيه علاقتك بالحج حمادة والحج تامر؟ والله أنا كنت جاتني فكرة إن أنا أسجل وواتي نعم يحفظها مؤدي جيد، صوت جيد، نعم، وأسجل ده عن طريق كاميرا تصوير وأمنتج ده وأنزله على الصفحة بتاعتي. فتعرفت على مجموعة من قوس بالصدفة، كان حمادة داخل هذه المجموعة تبع المؤدين، بس هو ما كانش أساسي. الأساسي كان حد تاني. فأنا لما سمعت الأصوات اكتشفت إن حمادة صوته أفضل بكثير من اللي أنا قصدته أساسا في الشغلانة. جميل. كعادة النفس أنا ما بين مبروك يا عم، مشهد لك يا أستاذ أحمد الشباط. كعادة إن أي حد في نفس المجال بينافسني يعني. نعم. طبعا اختلف وأصر اللي أنا متفوق معاه أساسا إن هو اللي يغني. قلت له لا، أنا صاحب الشغل وأنا أحدد مين اللي يغني. اختلفنا مع بعض. أيوه. خدت تليفون حمادة في خباثة يعني كده
واتصلت عليه وبعد كده عملت ايه شغل. تنساش تدينا تليفونك انت والاستاذ الله يبارك فيك. واخدتهم طبعا في قصر الثقافه. طبعا حضرتك عارف علاقتي بقصر الثقافه يعني كعضو نادي ادب وممثل مسرحي. تمام. بالاتفاق مع الاستاذ مدير القصر استاذنته. انا نسيت على فكره اقول انه احمد الشباط شاعر ومؤلف مسرح وممثل احيانا، مش كده؟ طبعا. وعضو في فرقه التمثيل في نعم. بس اتفقت مع الاستاذ انور جمال بارك الله فيه مدير قصر الثقافه وعملنا ده وصورته ومنتجته ونزلته على الصفحه بتاعتي. بدات علاقتي بيه من تاريخ. انت نفذت فعلا؟ نفذت ده ونزل على الصفحه بتاعتي. صفحتك اسمها ايه علشان الساده المشاهدين؟ الجنوبي احمد الشباط. الجنوبي بالعربي احمد الشباط بالعربي. الجنوبي احمد الشباط بالعربي. يا ريت الساده المشاهدين يعني على الفيس يقدروا يشوفوا يفتحوا الجنوبي احمد الشباط. نعم. وسجلت ده وقلت له خليك متواصل معي، انا لي علاقات بناس محترمه في هذا المجال امثال استاذنا الشاعر الكبير حج عبد الستار. نعم. والاستاذ المخرج اسماعيل الشيشيني والاستاذ وائل. فانا طبعا من خلال انا كنت فقط قناه توصيل بالنسبه له هو بالاضافه لانه بيحفظ شغلي وده هينفعني برضه فيما هو اتي يعني. جميل جميل. ده كان الموضوع بالشكل ده. وازاي حفظت الحاج حماده شغلك؟ انا قعدت معاه جلسات اسمعه كلام وهو يدندن مع نفسه لغايه ما يحفظ، وبعض الكلام تامر اخده مني وحفظته لتامر وكان يحفظ مع. لكن الحاج حماده وتامر استطاعوا انهم يفهموا الجناسات اللي انت عاملها فيه؟ طبعا انا فكرت لهم كتير يعني اي حاجه ما كانوا يقولوا له دي مش فاهمينها كنت افهمها لهم عشان يطلع يأديها صح. يعني اذا احنا محقين لما نقول لك والنبي تفك لنا الجناسات عشان لا طبعا المشاهدين. اكيد يا حاج، لانه فعلا احنا عايزين المشاهد نعم عايزين المشاهد ينفعل بينا ويتفاعل معنا ويفهم كل الكلام اللي بنقوله، لانه تعرف المشاهد لما بيفهم المربع بيستمتع ويحاول يحفظه. نعم. ودي رساله اساسيه ان احنا عايزين المستمع يحفظ المربعات اللي انت بتقولها. هتقول لنا ايه النهارده في الحلقه يا حاج احمد؟ المرجله سوقها بطال، الست هي البريمو، لو سبع يوقف لك الحال طيب له خاطر حريم. تاني يا سيدي. المرجله سوقها بطال، الست هي البريمو، لو سبع يوقف لك الحال طيب له خاطر حريم. الله جميل. نعم. وعامل لي قيمه وواد صح، محلى العصايه في ايده، في البيت لا يعطس ولا يكح، كما جرو في يد سيده. الله تاني. وعامل لي قيمه وواد صح، محلى العصايه في ايده، في البيت لا يعطس ولا يكح، كما جرو في يد سيده. دي نظرتك انت بعض انت حر. دي التقاط يعني لبعض الاشياء يعني المجتمعيه يعني السلبيه في المجتمع. يعني استنى اللي هيجرى لك. انا جاهز. استنى اللي هيجرى لك. انا جاهز. حاج حماده حافظ المربعات اللي قالها. طيب يلا يا سيدي نسمع المربعات اللي قالها. يلا يا تامر. المرجلة سوقها بطال، الست هي البريمو، المرجلة سوقها بطال، الست هي البريمو، لو سبع يوقف لك الحال طيب له خاطر حريمه. وعامل لي قيمة وواد صح، محلى العصاية في ايده، في البيت لا يعطس ولا يكح، كما جروي في يد سيده. المرجلة سوقها بطال، الست هي البريمو، لو سبع يوقف لك الحال طيب له خاطر حريمه. جميل.
انا نسيت على فكره اقول لك يعني ايه بريمو، لانه هي يعني نمبر 1. نمبر 1 هي الحاكم هي الحاكم والامر والناهي. البريمو دي على فكره مش كلمه عربي، لا طبعا كلمه افرنجي. نعم، علشان بس الساده المشاهدين، بس هي متداوله طبعا، متداوله، ما احنا عايزين، لكن مش كل الناس بتفهم كلمه البريمو. نعم. الحقيقه الاساس في فن الواو انه هو فن حكمي. يعني ايه حكمي؟ يعني بيقولوا انه فن المربعات، فن الواو هي وعاء نعم للحكمه. وعلى فكره فن الواو اكتسب شهرته واكتسب ثقه الناس فيه نعم من تكوينه البنائي. نعم، لانه هو يعني يا ريت تدي فكره للساده المشاهدين ازاي بيتكون فن الواو، يعني وليه انت اخترت الفن الواو كوعاء تحط فيه افكارك. نعم. لانه لكل شاعر افكاره، يعني نعم. انت لك رايك في المجتمع ولك رايك في الست، لك رايك في الراجل. اخترت ليه فن الواو؟ عشان تحطه كوعاء تملاه بافكارك. فن الواو طبعا استاذنا وانت راجل استاذنا نعم. 4 أشطر شعريه. نعم. في الغالب بيبقى الاول فيهم نهايه القافيه بتاعته زي الثالث، والثاني زي الرابع. زي ايه في شغلك كده؟ ادي مثال للساده المشاهدين من شغلك انت. من شغلي انا مثلا الواو مأصل وله ناس، فيه منه شاعر وراوي، فيه اللي يعزف بإحساس واللي يخيط قراوي. نعم. فنلاحظ هنا ان الشطر الاول زي الثالث نهايته نهايه القافيه بتاعته. ايه هو الشطر الاول؟ اللي هو الواو مأصل وله ناس. هذا الشطر الاول. وايه الشطر الثالث؟ فيه اللي يعزف باحساس. عظيم. ملاحظين الساده المشاهدين انه السين والالف والسين هم القافيه بتاعت الشطرين دول. نعم. الثاني والرابع فيه منه شاعر وراوي. ايوه. واللي يخيط قراوي. بالمناسبه ايه اللي يخيط قراوي دي؟ يعني عندنا يعني انا وانت عارفينها. الساده المشاهدين القرويه دي عباره عن وعاء بيتعمل من خوص جريد النخل. عباره عن اناء بيتحط فيه وعاء يتحط فيه العيش او حاجه الست. يعني قبل ما يوصل للعيش بيجيبوا الخوص، يجيبوا الجريد. الجريد وينيخوه في الميه لا يطلعوا الخوص. وبعدين الخوص يعملوه ضفيره. الضفيره عريضه كده. تمام. وبعدين يبقى فات الحبل. ويجيب المسله. لا ده انت استاذ. لا طبعا استاذ كبير. ويجيب المسله ويخيط بطريقه معينه. نعم. لان انا اعرف سراجوس. نعم. يعني لها فن معين. هو اظن الخزف والصيني. الخزف والصيني. والكتابه على البردي. والكتابه على البردي والسجاد اليدوي. فالضفيره اولا تبقى ضفيره ويخيطها بشكل معين ويطلع منها ما يسمى بالقرويه. نهايه طبعا. القرويه الحقيقه تختلف عن العلاقه، عن الغلق اللي احنا بنسميه الغلق او القفه. لا تختلف. القفه مفتوحه. نعم. لكن القرويه على فكره اشتهروا بها الحواه اللي كانوا بيصطادوا تعابين. القرويه دي تبقى واسعه من تحت وضيقه من فوق زي العلاوه كده. ولها سده. يجي التعبان الرجل حاوي يحط التعبان ويقفل عليها. تمام. ونقول له النبي ورينا يا عم اللي في القروي. اللي في القروي. كده. ادي معنى يخيط قراوي اللي الاستاذ احمد الشباط فكرنا بكلمه القرويه، ودي احدى رسالات فن الواو الاساسيه. نعم. انه يقول لنا ناسنا زمان كانوا عايشين ازاي. نعم. كانوا ياكلوا ايه، كانوا يشتغلوا ايه. على فكره اللي قدامي ده حصير يا حاج اسماعيل من الحصير ده مش بلاستيك على فكره، ده حلف طبيعي بيخضر على شطوط الترع وشطوط البحر، وجنب السكه الحديد، جنب شريط السكه الحديد، ويجوا يحشوا الحلف ده وينشفوه ويعملوا منه الحصير. وده بطل دلوقتي بيعملوه بلاستيك وبتاع والكلام ده كله. لكن انا بشكر الحقيقه الاعداد استاذ وائل الزعيري انه عمل لنا الحصيره دي، وتحتها على فكره قفص جريد، وقفص الجريد دي محلي. وسيد الحياه المحليه الدكتور حسن فتحي الفنان الكبير اللي عمل قريه القرنه من البيئه الطبيعيه، الطين والقوالب والحجاره. فالحقيقه اللوكيشن اللي احنا فيه ده
السرير مفروش عليه كليم، ده ولا ده مش كليم، ده غطا حتى سرير مش كده؟ والمساند الصغيره الرفيعه دي الجميله، واحنا قاعدين على واحد من الاسره وعليه كليم ولا بطانيه، وحاجه جميله وحاجه رائعه وحاجه ترجعنا الى زمن الاجداد وزمن الفن الجميل. الاستاذ احمد الشباط هتقول ايه تاني علشان الحاج حماده يسمعنا صوته؟ وعامل لي قيمه وود ناس والكبر فتهوله جده، وابوه فواعلي ومكاس وحصيره علم في خده. الله، الحصيره دي نعم. وعامل لي قيمه وود ناس والكبر فتهوله جده، وابوه فواعلي ومكاس وحصيره علم في خده. مين المكاس ده؟ اللي هو السمسار البهايم. السمسار البهايم يعني ايه برضه؟ سمسار البهايم اللي هو التاجر اللي بيشتري البهيمه من صاحبها الاساسي ويلقى له لقمه عيش ويسلمها للمشتري. ده المكاس، ده وظيفته. وعلى فكره احيانا ما يشتريهاش، فبياخد فلوس من المشتري وانا رايح اشتريها، فيبقى هو وسيط فقط وياخد اجره من ده وياخد ومن ده ارزقي. المان ايام ما كانت ده تراث استاذ احمد. وبعدين المكاس كان له مكان اللي هو سوق القريه. تمام، معروف. يعني احنا في بلدنا كان سوقها يوم السبت. انا ما اعرفش انتوا سوقكم ايه هنا؟ الخميس. وعلى فكره السوق ده سوق القريه كان فيه نشتري منه كل حاجه. حتى الاوراق زمان كان فيه واحد يجيب اوراق كده زي اللي كانوا يطبعوها زمان في القاهره، اللي هي السندباد البري والسندباد البحري. انا تعلمت من اوراق سوق القريه. والمكاس كان يجد مجاله في سوق القريه. وزمان في ناس ما كانتش تاكل اللحمه الا يوم السوق، وناس ما تاكلش الفاكهه. الحاج مراد بيقول ايه؟ ويدخنوا يعملوا دخانه وبتاع. رحم الله ايام زمان، والله حاجات جميله. نعم يا حاج احمد. لما بشوفك بقول اخ، مين اللي شافك وسابك؟ نظرة عيونك تقول طخ، يخرب بطن اللي جابك. ايوه تمام. تفضل يا حاج حماده. وعامل لي قيمة وود ناس والكبر فتهوله جده، وابوه فواعلي ومكا وحصيره علم في خده. تفتكروا مصلح وميزان والميلة يعدلها بيده، وصاحبنا قابض وشبعان والبطل عمو وسيده. الناس بقليها متوش والندل يدوسوا بمداسك، يديلك الضحكة في الوش وتقفي ينعل في ناسك. مشغول يا بالي ولورا على خلي يقدر يصونا، قلبت كل الأوراق واللي تأمنوا يخونا. يرحم أبوه اللي خلف، قالوا ما مات اللي جابوا. شوفوا الزمان المخلف خلى عبطها جنابه. نعم يا سيدي، نعم بشوفك. لما بشوفك بقول اخ،
لما بشوفك بقول اخ، مين اللي شافك وسابك؟ نظرة عيونك تقول طخ، يخرب مطن اللي جابك. لما تعدي بحسك والروح بتحرس طريقك، ورموشي ضلة لشمسك، وحناني زمزم لريقك. الله الله الله. نعود إلى الأستاذ أحمد الشباط. قل لي كده المربع ده بتاع الناس وبتاع الحاجات دي اللي قلناها الوقت اللي قالوا الحس أحمد، وعامل لي قيمة وود ناس. أيوة. والكبر فتهوله جده، وأبوه فواعلي ومكاس، وحصيره علم في خده. جميل. بالرغم من ان الشكل الجمالي لهذا المربع مصاغ صياغه جيده وكده، لكن انا لست موافقا الشاعر الجوال احمد الشباط على الفكره نفسها اللي جوا المربع. يعني لما يقول له وابوك فواعلي ومكاس، الفواعلي ده راجل بيأدي مهمه، يعني مع احترامنا الكبير للفواعلي واحترامنا الكبير للمكاس، يعني ليست سبة أن يكون أبوه فواعلي ولا سبة أن يكون أبوه مكاس. فأنا بس حبيت أسجل اعتراضي على أحمد الشباط، لأنه يعني إحنا عندنا ده، إحنا أهالينا كلهم كانوا على الشاعر أحمد الشباط، على الشعر على الشعر. أشكرك يا أستاذ إسماعيل. على الشاعر أحمد الشباط أو الجوال أحمد الشباط، لأن إحنا حقيقة في جنوب مصر هنا كلنا كنا فواعلية، وكلنا كنا مزارعين، وكلنا كنا بنتقاول، وكلنا كنا بنطلع عمال ترحيل. والمكاس أيضا هذه مهنة وكانت ضرورية على فكرة يا أستاذ أحمد. ضرورية أن السوق يكون فيه المكاس، وأن يكون فيه التاجر، ويكون فيه البايع والمشتري. فأنا بس سجلت اعتراضي على الجوال أحمد الشباط، أنه يعني أنه هو اعتبر انه سب ان يكون فواعلي وكده يعني. لا هو انا طبعا بحترم ماذا استاذنا. ماذا تفسر انت؟ طيب استاذنا أيوة. ستار طبعا استاذنا، وانا بحترم رايك والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لكن هو ما هو مشهور ومتداول، وانت راجل استاذنا وراجل من الصعيد وفاهم انه احيانا بيبقى يعني حد، واقصد لي الاصول ليست بالشغلانه نفسها. اصول في المكان، والاصول اقصد بها المبادئ. ايوه. وفي ناس بتطفو على السطح فجاه يبقى غني بشكل سريع. بيعتبر نفسه هو الاوحد، ولا يعتبر الاصول، ولا يعتبر ان الحاج عبد الستار ده له وضعه، حتى كان غني او كان فقير فهو رجل مأصل وليه كلمته. هو بيعتبر ان غناه الفاحش اللي هو جاله كطفره ده هو اللي بيديله احقيه في ان هو يرتقي المكانه العليا في المجتمع القروي على وجه التحديد او الصعيدي. ده ما اقصده انا. إذا الكلام العبارة لم تؤدي، ربما لم تؤدي، ربما لكن مضمونها العام بيصل يعني. ربما يبقى التفاصيل ما كانش دقيقة، لكن المضمون العام أعتقد أنه بيوصل للعام يعني. عموما برضه هنحتكم للسادة المشاهدين. تمام. هنحتكم للسادة المشاهدين. تمام أستاذ. الحقيقة الأستاذ أحمد الشباط، الجوال أحمد الشباط، الشاعر أحمد الشباط، مهنة الشعر أو مهنة الجوال إنه رجل حكيم. يعني يقال إنه الفنان عموما له ما يسمى بالحاسة السادسة. الحاسة السادسة إنه هو يرى ما لا يراه الآخرون، وله طريقة في الحكم على الأمور وعلى القضايا وعلى المجتمع وعلى الناس. يعني بيسقط ثقافته هو على هذه الأحكام. والفن اللي بيكتبه أحمد الشباط، أحمد الشباط على فكرة أنت ليك تلاميذ في هذا الفن يا أستاذ أحمد. يعني كونت مجموعة هنا بيحبوا فن الواو أو بيحاولوا يكتبوه أو أنا أعرف أنك أنت ليك نشاطك. أنت طبعا منتدى ثقافي، ماسك منتدى ثقافي. أنت على فكرة أنت كمدرس مزيكا في مدرس تربية موسيقية ومسرح. نعم. ما حاولتش تعمل ده في المسرح؟ عملت ده في المسرح، ومعظم الأغاني اللي بعملها داخل المسرحيات المدرسية اللي أنا بشارك بيها على مستوى الإدارة أو المديرية بتبقى من تأليفي وتلحيني. من تأليفك وتلحيني. طبعا. عندي فن الواو.
ولا لا احيانا ممكن زي ما انت عارف استاذ ممكن انا اخد مخمسين او مربعين وبعملهم بشكل معين واعمل لهم مذهب وفي الاخر بيديني اغنيه من طريق استاذنا وفاهم الكلام يعني. زائد ان انا اكتشفت اكثر من موهبه سواء على المستوى المسرحي او الغنائي داخل القريه، دول بجمعهم عندي انا مرتين في الشهر في مركز شباب جرجوس. نعم. تحت المنتدى الثقافي، انا ماسك المنتدى الثقافي في مركز الشباب. دول بيبقوا معدين لانهم في اي احتفال داخل المدرسه او داخل القريه دول جاهزين للشغل، بس فقط انا بعمل بروفة ما قبل العرض. انا سالت هذا السؤال لان حاسس انه الحاج حماده حيبقى تلميذ من تلاميذك النجباء، لانه هو حافظ شغلك وحافظ. يلا قول لنا حاجه نختم بها الحلقه الجميله دي يا حاج حماده. ايوه. رخصت الله ينور يا تامر، الله ينور. النجل بطنه بكرشين يا سلام. مرحب بك، مرحب بيك يا مرحبا يا سيدي، يا مرحبا يا مرحبا. الندل بطنه بكرشين، الندل بطنه بكرشين، طمعه يشق الخلايق، إن جاب لمونة بقرشين حتسمع جميع الخلايق. نعم يا سيدي نعم. هي الليمونة بقرشين عندكم؟ توازي ايوه هذا المعد. ايوه يا سيدي. تاني والنبي يا حاج حماد تاني. الندل بطنه بكرشين، طمعه يشق الخلايق، وإن جاب لمونة بقرشين راح تسمع جميع الخلايق. الندل عمره ما ينصف ولا حتى ينضف بقومه، وفي مشيه يفضح ويكسف، وإن خانك اوعى تلومه. الله الله الله. احسنت 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 يا حجي. على فكره ما ينضفش منادل لو ما اخذ. عموما احنا سعدنا معاكم في هذه الحلقه، واعتقد الساده المشاهدين سعدوا معنا، ونشكرك يا حج احمد ونراك في حلقه قادمه. شكرا يا حج حماد. احسنت احسنت. شكرا يا حج. متشكرين. كتر خيركم.